صباح الخير. النهاردة هنحضر مع بعض بسبوسة ال10 دقايق، اسهل بقى والذ بسبوسة ممكن نحضرها في 10 دقايق وتكون جاهزة معانا بدون بيكنج باودر او زبادي. هنحضر بسبوسة في منتهى الجمال مرملة جدا، وهنعرف ازاي تشرب معانا الشربات او السيرب كويس جدا، ازاي ما تنشفش معانا اثناء التسوية، ازاي بمكونات بسيطة جدا نحضر بسبوسة ألذ واجمل من بتاعة المحلات. ياريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناة اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم اشعار باي وصفة او كل فيديو جديد. ويلا نبدأ ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. في البداية هنبدأ نحضر المكونات الجافة، وهنحتاج 900 جرام من دقيق السميد أو دقيق السمولينا، ما يعادل تقريبا 4 كوبايات كبار من دقيق السميد. سعة الكوب 250 ملي، وهسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوباية وبالجرام. هنحتاج كمان 100 جرام من جوز الهند، طبعا لو حابين ان هي تكون غنية اكتر وطعم البسبوسة نفسه تكون زي اللي هي بنجيبها جاهزة من بره. وهنضيف ال100 جرام من جوز الهند، ما يعادل تقريبا كوباية من جوز الهند. لو مش حابين تعملوها بجوز الهند هتستبدلوه ب 100 جرام من السميد، يعني هنستخدم كيلو من دقيق السميد بدل 900 جرام. تمام، لكن لو هنضيف جوز الهند هنستخدم 900 جرام بس من دقيق السميد. هنضيف كمان رشة ملح بسيطة جدا، وهنبدأ نقلب المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعضها، وكده هنكون حضرناها. دلوقتي هنبدأ نحضر المكونات السائلة في طاسة بالشكل ده او حلة. هنبدأ نضيف كوباية من الحليب، ما يعادل تقريبا 270 ملي من الحليب. استخدمت حليب كان كامل الدسم. طبعا كل ما استخدمنا مواد او خامات كويسة كل ما عطانا طعم حلو قوي للبسبوسة. استخدمت كوباية من الحليب ما يعادل تقريبا 270 ملي. كوباية من السكر، طبعا نفس الكوباية اللي بنعاير بيها كل المكونات، ما يعادل 250 جرام من السكر. كمان هنضيف 200 جرام من عسل الجلوكوز، ما يعادل 4 معالق كبار من عسل الجلوكوز. طبعا لو هنشتغل على نص الكمية او هنحضر نص كيلو بس من دقيق السميد هنستخدم نص كل المكونات دي، يعني كل المكونات دي هنقسمها على 2 وهناخد النص بس. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف لو حابين تستخدموا نص كيلو، او لو حابين تحضروا نص كيلو بس من السميد او البسبوسة. كمان هنحتاج 250 جرام من السمنة. طبعا كل ما نستخدم بقى سمنة بلدي كل ما بقى افضل، بيدينا طعم حلو قوي للبسبوسة. يعني اختاروا نوعية سمنة تكون جيدة علشان تاخدوا طعم حلو للبسبوسة. كمان ضفت معلقة صغيرة من الفانيليا، ونقدر نستخدم فانيليا بودرة او سايلة على حسب المتوفر عندنا. طبعا اوريدي استخدمت كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ، واوريدي الجو برد، فلازم ناخد المكونات دي بقى على النار وندفيها لحد ما المكونات دي تفك معانا وتكون سايلة جدا بالشكل ده، ولحد كمان ما حبيبات السكر تدوب معانا تماما. بنقلب المكونات دي على نار هادية لحد ما المكونات دي تفك كده او تدوب معانا. بناخد المكونات السايلة دي وعلى المكونات الجافة هنبدأ ننزل بيها على دقيق السميد بالشكل ده. طبعا بننزل بكل السوائل اللي احنا ضفناها او حضرناها، لان المكونات دي مظبوطة جدا لدقيق السميد او للبسبوسة. يعني بننزل بكل السوائل اللي احنا حضرناها بعد ما اوريدي دابت معانا كويس جدا على نار هادية زي ما شفنا مع بعض كده. دلوقتي بقى بعد ما نزلنا بيها على دقيق السميد بنبدأ نقلب كده بسرعة جدا، لان دقيق السميد بيمتص السوائل بسرعة، فلازم نقلب البسبوسة كويس جدا وبسرعة في نفس الوقت. تمام، لحد ما يختفي معانا دقيق السميد والسوائل والمكونات الجافة تندمج مع بعضها. بنبدأ نوقف تقليب، يعني نحاول ان احنا ما نبالغش واحنا بنقلب البسبوسة، علشان الخطوة دي هي اللي بتخلي البسبوسة تنشف معانا اثناء التسوية او تعمل معانا عرق. فمهم جدا يدوب الدقيق السميد يختفي معانا والمكونات دي تندمج مع بعضها، نوقف تقليب خالص. بعد كده بننزل بالمكونات دي في صينية مقاس 40 سنتي. بنبطن الصينية كويس جدا بالسمنة او بندهنها بالسمنة كويس جدا زي ما شفنا كده.
وبعد كده بننزل بالخليط بتاعنا كله وبنبدأ نسويه في الصينية بالشكل ده بإيدينا. ممكن كمان لو الخليط حسيتوا ان هو صعب شوية ان هو يتوزع معاكم في الصينية، ممكن تبلوا ايديكم بالمية بسيط جدا وتبدأوا توزعوا خليط البسبوسة في الصينية بالشكل ده. بنخبط الصينية خبطتين على الرخامة او على الارض علشان نطلع اي فراغات هوا، وكمان علشان نتأكد ان البسبوسة متساوية في الصينية وكلها بسوى واحد. بعد كده بنبدأ نقطع البسبوسة قبل التسوية، والخطوة دي مهمة جدا. طب حد هيقولي ليه مهمة؟ علشان الخطوة دي بتخلي معانا البسبوسة تاخد تسوية مظبوطة، وكمان الفراغات دي بتخلي الحرارة توصل ما بين كل حبيبات السميد، فتبدأ البسبوسة معاكم تاخد لون موحد من جوه ومن بره، ولون البسبوسة كله يكون واحد. تمام. كمان اثناء ما احنا بنصب الشربات او السب على البسبوسة، البسبوسة تبدأ تتشرب معانا الشربات كويس جدا وناخد نتيجة حلوة. طبعا نقدر نقطعها بأي شكل احنا عايزينه. انا قطعتها بالشكل ده على شكل مربعات، وكان في قطعتين كده حسيت ان هما كبار شوية فقطعتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما قطعنا البسبوسة نقدر نزينها بأي حاجة احنا عايزينها. انا زينتها بالبندق بالشكل ده، وطبعا تقدروا تستخدموا لوز او عين جمل او اي مكسرات بس بعيدا عن جوز الهند وكمان عن الزبيب، لانه هيتحرق معاكم ومش هتاخدوا نتيجة حلوة. تمام. نقدر كمان نسيبها سادة لو حابين، بتبقى حلوة جدا. يعني كمان مش لازم ان احنا نزينها اصلا، احنا بس يدوب بنديها شكل، والخطوات دي بترجع ليكم على حسب رغبتكم. يعني ممكن ما نزينها ونكتفي بشكلها سادة كده، تبقى حلوة جدا. بعد ما قطعنا البسبوسة وكمان زيناها كده بالبندق، كده جاهزة معانا ان احنا نسويها وندخلها الفرن. في البداية بنشغل الفرن يسخن كويس جدا على درجة حرارة 200. بندخل البسبوسة على الرف الاوسط على درجة حرارة 190. بتقعد معانا بالظبط ساعة الا ربع، مش بتاخد اقل من كده علشان تاخد معانا تسوية مظبوطة. وطبعا اثناء التسوية لو ما اخدتش لون من فوق بنشغل الشواية 5 دقايق علشان تاخد اللون. اول ما ندخل البسبوسة الفرن بنبدأ نحضر الشربات او السيرب. هنحتاج 3 كوبايات من المية، وطبعا المية بنستخدمها فترة، يعني مية من الحنفية عادي. هنحتاج كمان 2.5 كوبايات من السكر بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية. لو حابين ان هي تكون مسكرة اكتر هتستخدموا 3 كوبايات سكر على 3 كوبايات المية. لكن حقيقي وبكل صراحة كمية السكر اللي انا ضفتها مظبوطة جدا على مقدار البسبوسة اللي هنحضره. فحاولوا ما تزودوش سكر عن كده علشان ما تبقاش مسكرة زيادة عن اللازم. تمام. السكر اللي انا ضفته 2.5 كوبايات تقريبا بيكونوا 350 جرام، يعني بنستخدم 350 جرام من السكر. بنضيف عصرة نص ليمونة، وبعد كده بناخد بقى المكونات دي او الشربات ده او السيرب بنرفعه على النار بيغلي معانا تلت ساعة. بعد ما بيغلي معانا كويس جدا بنضيف بقى معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان اضافة اخيرة ممكن نضيف معلقة من السمنة. اول البسبوسة ما تستوي معانا على طول كده مباشرة بنبدأ ننزل بالشربات او السيرب وهو سخن. طبعا لازم تكون البسبوسة سخنة جدا، يعني تكون لسه طالعة من الفرن. بنبدأ نصب عليها الشربات وهي سخنة، يعني البسبوسة بتكون سخنة والسيرب بيكون سخن. تمام. بعد ما بنصب عليها السيرب، يعني بنضيف كل الكمية بتاعة السيرب، بنغطي البسبوسة بصينية او بأي حاجة علشان تشرب معانا السيرب كويس جدا، وكمان علشان تفضل طرية معانا. تمام. ده شكل البسبوسة بعد ما شربت السيرب او الشربات كويس جدا. شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفة جدا. طبعا انا سبتها بالظبط بردت ساعة وبدأت ان انا اقطعها بالشكل ده. بعيد كده على التقطيع اللي احنا كنا مقطعينها للبسبوسة قبل ما تستوي، وبنبدأ بقى نقطعها لقطع
بنبدأ ان احنا نقدمها. طبعا كل ما سيبناها ان هي تبرد كويس، يعني لو سيبناها ساعتين مثلا او 3، كل ما طلعت معاكم القطع متساوية وبتكون احسن. فيفضل ان احنا نسيب البسبوسة تبرد تماما وبعد كده نبدأ نقطعها علشان تطلع معانا القطع كده تكون متساوية. علشان طبعا لو قطعناها وهي سخنة القطع بتطلع معانا مش مظبوطة. شايفين ما شاء الله البسبوسة تحفة جدا. على فكرة انا سبتها ساعة بالظبط زي ما قلت لكم، وبدأت ان انا اقطعها بالشكل ده وطلعت معايا بجد رهيبة. طعمها حلو قوي، السكر اللي ضفناه او كمية السكر اللي في البسبوسة مظبوطة جدا، حلوة قوي. وبجد لو جربتوها كده وحضرتوها بنفس الطريقة وبنفس المقادير هتطلع معاكم ألذ بسبوسة، وفعلا والله اجمل من المحلات. جربوها على الطريقة دي ومتأكدة ان انتوا مش هتبطلوا تعملوها، حلوة جدا، طعمها في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم. لو وصلنا لحد هنا في الفيديو ولسه ما عملناش لايك، ياريت دلوقتي تنزلوا تعملوا لايك للفيديو. ولو جداد على القناة او بتشوفوني لأول مرة اعملوا سبسكرايب للقناة او اشتراك، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار باي وصفة او كل فيديو جديد. لو ليكوا اي سؤال اكتبولي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم، واشوفكم على خير.